السلام عليكم. اليوم غادي نوريوكم كيفاش تقدر ترجع كلمة السر ديال ويندوز 10 ولا 11 اللي نسيتوها باستعمال هايرنز بوت USB، واحد الأداة خفيفة بحال ويندوز PE. باش نبداو غادي نحتاجو USB فيه على الأقل 8 جيجا، هايرنز بوت ISO ورافس باش ديروا USB قابل للإقلاع. أول حاجة خاصنا نحملو هايرنز بوت PE ISO ورافس من الموقع الرسمي ديالهم. هاد الأدوات غادي تساعدنا نصايبو USB قابل للإقلاع بسهولة. دابا نفتحو رافس، ندخلو USB ديالنا، نختارو هايرنز ISO، نخليو الإعدادات الافتراضية ولا نقدروا نغيرو الاسم ديال USB، ومن بعد نضغطو على ستارت، ولكن راه غادي يمسح جميع البيانات اللي في USB. من بعد خاصنا نعملو ريستارت للكمبيوتر وندخلو الخيارات المتقدمة ديال ويندوز بشيفت زائد ريستارت، ونمشيو لترابل شوت ادفانسد اوبشنز UEFI settings ونبدلو الترتيب ديال الإقلاع باش USB يكون هو الأول. بعد ما نعملو ريستارت USB غادي يحمل هايرنز PE وغادي يبان لينا واحد الواجهة بحال ويندوز. غير صبروا حتى تكمل التحميل. داخل هايرنز PE نمشيو لبروجرامز Security and Passwords، ومن بعد نفتحو Windows Login Unlocker، نختارو الحساب اللي مسدود، نضغطو Reset/Unlock ونتأكدو من التأكيد، ومن بعد نستناو شوية وحتى تكمل العملية. من بعد نسدو الأداة ونعملو ريستارت للكمبيوتر بلا USB. دابا الحساب اللي كان مقفل غادي يدخل مباشرة بلا كلمة السر القديمة. وها هي طريقة سهلة وبسيطة باش ترجعوا كلمة السر المنسية ديال ويندوز. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب.